تنكشف شيئا فشيئا تفاصيل ليلة محاولة الانقلاب في تركيا. صحيفة حريات التركية تروي جزءا جديدا منها. 9 مساء في 15 من يوليو، قائد الجيش الأول أميد دندار يتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليبلغه ببدء تحرك الانقلابيين وينصحه بالتوجه إلى اسطنبول. يقلع بعدها الرئيس التركي من مكان إقامته في فندق في مرمريس على متن مروحية خاصة ترافقها طائرات F-16. بعد نصف ساعة من مغادرة أردوغان تصل 3 مروحيات إلى فندق مرمريس في محاولة لاعتقاله أو قتله. يترجل منها بعض الجنود ويشتبكون مع الحرس الرئاسي. في هذه الأثناء طائرة أردوغان تحلق في أجواء اسطنبول وتحديدا فوق مطار أتاتورك. المجموعات الانقلابية التي أغلقت جسرا فوق مضيق البسفور وسيطرت على قناة TRT كانت تسيطر في هذا الوقت أيضا على المطار. يشتبك الجيش التركي مع الانقلابيين في مطار اسطنبول، ولا تبدو الظروف مناسبة بعد لهبوط طائرة الرئيس. يتصل الطيار مع برج المراقبة. تركيش 8456 تركيش 8456. الخطوط الجوية 8456 نستمع لكم. نريد الاقتراب. عالم، تريدون الاقتراب من مطار أتاتورك، هل هذا صحيح؟ نعم، نريد الاقتراب وإذنا للهبوط. علم، ولكن هل تم إبلاغكم بالمدنيين الموجودين داخل برج المراقبة ومدرج المطار؟ لا. هل نستطيع الاتصال بقسم الهبوط في برج المراقبة أم نتابع الموضوع معكم؟ علم، من طرفنا لا توجد أي مشكلة في اتصالكم ببرج المراقبة ولا في هبوطكم على المدرج، لكننا لسنا متأكدين من أن ساحة توقف الطائرة آمنة تماما. نرى أشخاصا يتجمهرون في المدرج. الوضع مرتبك جدا، هناك مدنيون وعسكر ورجال أمن في الساحة. الوضع مرتبك جدا. علم، يرجى إبقاؤنا على اطلاع وتحذيرنا في حال حدوث أي طارئ. ممتنين لتعاونكم. بعد ذلك تدور طائرة أردوغان 20 مرة حول مطار أتاتورك قبل تمكنها من الهبوط، كما تظهر صور على موقع فلايت رادار. يهبط أردوغان فجرا بعد تأمين المكان ويخطب بين مناصريه معلنا فشل الانقلاب ومتوعدا بعقاب المدبرين. لتتوالى الأحداث في هذه الليلة ويفشل الانقلاب العسكري، مما أدى إلى اعتقال السلطات آلاف الضباط والجنود والقضاة.